مع دولي شاهين. ورجعنا تاني وشخصية جديدة. ومين بيقول الحق؟ الشخصية اللي معانا شخصية قوية جدا، عندها صوابع تعتبر من أقوى الصوابع اللي في العالم. الشخصية اللي معانا بتقول عن نفسها: أنا اسمي محمد زينهم. عودني والدي من صغري على الرياضة واللياقة البدنية، يعني وأنا في عمر 5 سنين كنت بذهل الناس بسبب عدد مرات الضغط اللي كنت بعملها، لكن لما كبرت طورت الموهبة دي وضربت الرقم القياسي في عدات الضغط مرتكزا على صباعين 2 وبإيد واحدة، وعشان كده دخلت موسوعة جينيس العالمية من أوسع أبوابها. إمضاء محمد زينهم. محمد زينهم، اتفضل اقعد مكانك. وبكده احنا معانا 3 محمد زينهم. يا ترى مين من ال3 شخصيات هو محمد الحقيقي ومين اللي بيقول الحق؟ ومعانا طبعا 3 فنانين منورينا الليله هيحاولوا انهم يعرفوا محمد الحقيقي. رحبوا معايا بإيمان السيد. اهلا بيكي. محمد قماح، شرفتنا. اهلا بيك. محمد نجاتي، اهلا بيك. جاهزين نلعب؟ جاهزين. لعبة جديدة، شخصية جديدة، شخصية مختلفة جدا وصعبة، ولا لا؟ المرة دي صعبة. صعبة صح؟ يعني مهارتها مختلفة شوية. لازم نركز. دقيقة، مجموعة أسئلة سريعة جدا تقربنا من معرفة الشخصية الحقيقية. جاهزين؟ جاهزين. نجاتي. اوكي. جاهز؟ 60 ثانية نستغلهم أحلى استغلال. تمام. اتفضل. 1. اسمك ايه؟ محمد زينهم. عندك كم سنة يا محمد؟ 28. 28 سنة. 2. انت بتلعب بالك قد ايه؟ وانا عندي 5 سنين، يعني 23 سنة. بتلعب كم بط؟ بتجيب كم بط؟ 3200 في الساعة. تمام. نمرة 3. بتلعب كم بط؟ 3200 في الساعة برضو. ماشي. مين اللي أطلق عليك رجل وطواط؟ صحابي. أصحابك. 2. مين اللي أطلق عليك رجل وطواط؟ صحابي برضه واهلي وكده. برضو ماشي. بيغشوا من بعض. ماشي. نمرة 3. أنت في نادي إيه؟ مش في نادي معين يعني. ماشي. نمرة 2. أنت في نادي إيه؟ ما بدربش في نادي. ما بتروحش نوادي؟ نمرة 1. بيخلص 10 ثواني. بتعوم؟ رقم 1. 1 بيعوم؟ بتعوم. نمرة 5 2. ثواني. لا. نمرة 2 بتعوم؟ لا ولا اوكي. الوقت خلص. تمام. الوقت خلص. اوكي. جاهزة إيمان؟ جاهزة. يلا اتفضلي. رقم 1، مين بينافسك على مستوى العالم؟ مفيش حد بينافسنا على مستوى العالم. طيب رقم 2، دخلت بطولات بتمثل فيها مصر؟ طبعا موسوعة جينيس الأرقام القياسية. رقم 3، يعني مين اللي بنفسك على مستوى العالم؟ اسم الدولة ايه؟ قبل ما تخش. اللي كان قبلها كان فرنسي، كان بيجيب 8 عدات في الدقيقة، وأنا جبت 46 في 49 ثانية. 3 عدات ايه؟ جاب 8 عدات في الدقيقة، ضغط على صابعين 2، تمرين الضغط صابعين 2 بإيد واحدة. هو جاب 8 عدات في الدقيقة وأنا جبت 46 في 49 ثانية. تمام. رقم 1، انت تسلقت برج قبل كده؟ لا، أنا كنت ناوي أتسلق البرج. رقم 2 برضه كنت ناوي. كنت ناوي. بس ما حصلش. طيب رقم 3، ايه البلاد اللي سافرت فيها بتمثل مصر؟ البطولات؟ يلا الوقت بيخلص. هي بطولة موسوعة جينيس الأرقام القياسية. بلد ايه يعني؟ الوقت خلص. الوقت خلص خلاص. ايه وصلتي لحاجة؟ تقريبا. طيب قماح، انت جاهز؟ يلا. 60 ثانية. يلا بينا. اتفضل. مين علمك رقم 2؟ مين علمك اللي هي والدي وأنا عندي 5 سنين. والدك وهو عندك؟ بيمرني من 5 سنين. طيب. نمرة 1. عندك متجوز؟ لا، أنا كنت خاطب وما حصلش نصيب. خاطب. نمرة 3. كنت طالب خاطب وما حصلش نصيب. خاطب. رقم 3. بتنط من قد ايه؟ اعلى مستوى قد ايه؟ 6 متر 3 متر حسب الأرضية نفسها اللي بنط عليه. يلا الوقت. طيب ازاي بتجري 120 كيلو في الساعة؟ برضو نمرة 1. 3. نمرة 1. نمرة 1. تنظيم نفس. تنظيم نفس مع التعود. الرقم قبل السؤال. الوقت بيخلص. ماشي. طيب يلا. نمرة 2 ده. الوقت خلص. عرفت أي حاجة؟ يعني يعني بنسبة كبيرة يعني. دلوقتي الواد قماح ابن الفلاح لازم بقى يغني لنا.
يا بنت المعاون خل خالك لوليوة، سألتني قلبك جانن جاوبتك ايوه. اسمعكم بقى. يا بنت المعاون خل خالك لوليوة، سألتني قلبك جانن جاوبتك ايوه ايوه. وحياة رب المعبود خليتيني برق العود، قلبي بوصالك موعود تنروح سوا. يا بنت المعاون خل خالك لوليوة، سألتيني قلبك جانت جاوبتك ايوه ايوه. يعني انت كده عوضتها. سقفوا له طبعا. انت بكل الاغاني عندك مشاكل مع البنات، يعني مفيش اغنيه معنويات. عايزه حاجه دراما بقى عياطكم؟ لا مش عارفه اقول، مش عارفه انطق. معلش يعني هي كل اغنيه كانت مؤثره وفيها صدمه. معنويات يا قماح، معنويات. يعني حبينا بعض وفرحنا واتجوزنا وتبات ونبات وجبنا صبيان وبنات، مفيش الكلام ده خالص. عندي واحده اسمها نقله في حياتي. الحمد لله. اقولها بليز عشان يبقى في نقله في حياتي انا دلوقتي. يا احلى حكايه عشتها، ما عشتش اجمل منها، هواكي نقله في حياتي. يا ما حلمنا نكون هنا في مكان يجمعنا لوحدنا، وتحقق حلمي الليلة دي. يا أحلى حكاية عشتها، ما عشتش أجمل منها، هواكي نقلة في حياتي. يا ما حلمنا نكون هنا في مكان يجمعنا لوحدنا، وتحقق حلم الليلة دي. الله والحمد لله. يعني الحمد لله. كل البنات مشاكل. يا رب ما يجيبش مشاكل خالص. وعشان ما يحصلش مشاكل وما يحصلش صدمات، ركزوا كويس. وهنطلع فاصل دلوقتي وهنرجع تاني. ومين بيقول الحق؟ دلوقتي فرصة جديدة، برضو دقيقة هنحاول ان احنا نسأل فيها أسئلة سريعة جدا، نحاول نقرب فيها من محمد زينهم الحقيقي. جاهزين؟ أكيد. قماح أنت جاهز؟ يعني نص. إيه اللي يعني؟ جاهز. يعني تبتدي ولا لأ؟ نبتدي يلا. تبتدي. 60 ثانية، مش عايزين نضيع الوقت. أبتدي؟ مش عايز تبتدي؟ لا أبتدي. يا سلام. اتفضل. نمرة 2، بتعمل إيه تاني غير اللي هو إنك تبقى وطواط يعني؟ أنا بجري على الحيطة. ها؟ بجري على الحيطة. بتجري على إيه؟ على الحيطة. على الحيطة؟ وبشعلق بصوابع رجلي على الشجر، عشان كده سموني الوطواط. وبجري 50 كيلو متواصل. طيب ما فكرتش تخش مسابقات في الجري وكده؟ وانا ان شاء الله في دخول موسوعة جينيس قريب. نمرة 3، دخلت موسوعة جينيس بإيه؟ الضغط على 72 بإيد واحدة. الرقم اللي كان قبلك رقم 3، الرقم اللي كان قبلك إيه؟ في موسوعة جينيس. في جينيس برضو؟ كان فرنسي. 3 ثواني. كان بيجيب 8 عدات. الوقت خلص. جينيس بوك ده خد منك وقت كتير. يعني تقريبا نص الدقيقة كان عن جينيس بوك. ليه بقى؟ يعني هو ده اللي كان هيفرق؟ أعرف أي حاجة. هو ده اللي كان هيفرق إنك تعرف فعلا؟ يعني كنت هحاول كده أخمن يعني. تخمن؟ طيب هتساعدك دلوقتي أو هيساعدك دلوقتي عشان اللي بعديهم، صح؟ مش كده ولا إيه؟ يلا حاول. حرام الراجل نص والوقت راح. يلا تمام. يلا اتفضل. أنت ليه عندك كرش؟ مين واحد. أنت؟ رقم واحد؟ رقم واحد. ليه عندك كرش؟ ما عنديش كرش. لا عندك بطنك سايبة شوية. مش سايبة. طيب ماشي. نمرة 2، تمرين صوابعك إيه؟ تمرين صوابع. يعني بتعمل أي تمارين صوابع؟ هي الضغط بس. إيه؟ هي الضغط. ده تمرين الصوابع بتاعك. نمرة 3، خدت جوائز قبل كده؟ بطل الجمهورية 6 سنين لياقة بدنية، ومدرب فنون قتالية وكلام زي ده. نمرة 2، أنت بتعمل وثب طويل؟ ولا وثب عالي؟ وثب طويل. وثب طويل؟ وثب من ثبات. بتجيب قد إيه؟ 3 متر وشوية. كم؟ 3 متر وشوية. 3 متر وشوية. 15 ثانية. نمرة 1، ليه سموك وطواط؟
صحابي ليه؟ عشان بطلع على اي حاجه صلبه. 9 عشان تطلع ايه؟ اي حاجه صلبه. تطلع اي حاجه صلبه؟ 6 منازل زي كراسي مثلا؟ مش كراسي 3 على الحيطه. تمام، خلاص تمام. الوقت خلص. اوكي. تمام عرفت؟ انا عارف من زمان. حيوا الثقة يا شباب، حيوا الثقة، في ثقة هنا لازم نقدرها. بجد ولا مش لازم قصدي. نقدر الثقة يا ايمان ولا أكيد. ايه؟ بس انا عايز اقول لك وانا على حاجة. استفدت. انت استفدتي؟ والله من الاسئله يعني بتاعت نسيم بصراحه. عرفتي أماح يعني؟ عرفتي ولا لسه ما عرفتيش؟ لا شكه. شكة. أماح فايدك نجاتي في حاجة دلوقتي؟ اكيد طبعا. بجد؟ يعني عوضت اللي انت الأسئلة بتاعتك شوية عوضتها؟ شوية. طيب هخلي دلوقتي برضو إيمان تساعدكم. عارف نجاتي مش محتاج فهو خلاص عارف، بس يعني إيمان أنت ثبتي معرفتك وحاولي. حرام أماح صاحبنا برضو، عايزين نعزز له ثقته في نفسه الولد، صح؟ يلا اتفضلي. رقم 2، ازاي بتطور الموهبه دي؟ بالتمرين. ايه نوع التمرينات؟ البطن والضغط والعقله والجري طبعا. طيب رقم 3، بتتمرن كام ساعه في اليوم؟ من 5 ل 12 ساعه. من 5 ل 12 ساعه. طيب رقم 1، ايه اكتر تمرين يعني انت بتحقق فيه ارقام عاليه؟ لا هو حضرتك اساليه في تمرين. نعم ايه؟ حضرتك اساليه في اي تمرين معين. يعني ايه اكتر حاجه انت بتحبها في التمارين الثلاثه اللي يعني انت بتلعب ضغط على الصباع هي التمارين كلها لازم بتأدي للجسم كله. ان لو حاجه نقصت لو حاجه نقصت هتعجز معايا. طيب رقم 2، ايه اول مره اكتشفت فيها انك متميز في حاجه زي كده، انك بتتسلق شجره او بتطلع على الحيطه؟ من سنتين. من سنتين؟ من سنتين بس؟ 10 ثواني. امال الموهبه من وانت صغير كانت في الضغط على الصوابع؟ لا الموهبه اصلا عندي من صغري، والدي اللي كان بيدربني. 5 ثواني. 2. لا خلاص بقى. خلاص الوقت خلص. خلاص بقى ايه؟ خلاص بقى ان الوقت خلص ولا خلاص بقى ان انت تأكدتي خلاص؟ والله انا راضيه عن اللي سالته. رضا ربنا طبعا. الحمد لله انا راضيه عن نفسي. الحمد لله، اهم حاجه الرضا. انا قنعت. اهم حاجه الرضا. انا مش عارفه اسال نجاتي في اي حاجه فهسال اماح. اماح وصلت لاي حاجه دلوقتي؟ وصلت لنسبه كويسه يعني. بس يعني بس الثمانينات ولا احنا لسه في السبعينات؟ يعني لا في التسعينات. الستينات؟ التسعينات شويه. التسعينات؟ كويس قربنا جدا. لا نسبه حلوه. انت 50 انا 50. انصاف. انا 100%. الله والله يا جماعه انا مش عايز ابان ان انا يعني مغرور ولا واثق من نفسي زياده. بصي كمان لا كمان ما كفتنيش. نجاتي غني لنا اغنيه كده بره شاكيرا ارجوك. ماشي. بسم الله ما شاء الله على رناد الحلوة الأمورة. بسم الله ما شاء الله يا رب نشوفها دكتورة، يا رب ساعدها يا رب واملى قلبها بالحب، يا رب ساعدها يا رب، يا رب املى قلبها بالحب تكبر تبقى عروسة جميلة وتزوقها ماما، تبقى مهندسة أو دكتورة وهي في حضن بابي. طب إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده في جمال وحلاوة كده كده، وإيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده في جمال وحلاوة كده كده. ريناد أحلى الأسامي حبيبي بابي ومامي. طب يا رب ساعدها يا رب واملى قلبها بالحب. الله طبعا ما فيش احلى من كده تهدئه للاعصاب. الحمد لله. مين محمد زينهم الحقيقي؟ هنطلع فاصل ونرجع تاني. ومين بيقول الحق؟ قربنا دلوقتي من ان احنا نكتشف مين هو محمد زينهم الحقيقي. جاهزين ولا لسه؟ جاهزين. مجموعة أسئلة سرعة وذكاء، نرفع البلاكات 0 بسرعة، وذكاء يعني نرد على السؤال، واللي هيجمع 3 إجابات صحيحة هيكسب دقيقة يقرب فيها من ال3 محمد اللي قاعدين معانا. زيادة توكيد بقى مش زيادة توكيد، المهم يعني إنه يتأكد. أوكي. تمام؟ ويا لو شد على صوابع محمد
مش كده ولا ايه؟ طبعا. يلا. الذي قام بدور الملاكم في فيلم حلم العمر، لازم بتاعتي بقى على حماده هلال. حماده هلال، صح. ده تمثيل بقى. ده تمثيل بقى. بس البلاكات على الترابيزه عشان ما يقولوش ان احنا بنغش. اوكي. الفيلم الذي قام فيه احمد زكي بدور ملاكم هو النمر الاسود. اوعى مفيش. اقول ايه ولا ايه بقى؟ اقول السؤال الثالث ولا بلاش؟ قولي. الذي كتب مسلسل هو وهي صلاح جاهين. برافو ماشي، عليك. سقفوا لها. برافو عليك. برافو عليك. انت فين؟ انا ماليش في التمثيل قوي يعني، نص نص معاكم بس في حد ما في بلحقش الدنيا ما اسمع بيتفرجش على الاختيارات، تي في؟ بلاقي على طول الاجابه. ماشي. الجمله الشهيره شفيق يا راجل كانت محمد نجم. متعادلين. طيب بس مش هو ده السؤال عشان تبقوا عارفين انتوا الاثنين. كانت في مسرحيه ايه؟ عيش المجانين. عيش المجانين. شفيق يا راجل عيش المجانين، حسن عبدين. وليلى علو. سقفوا له طيب، سقفوا له. ده كان في موضوع الاسئله دي هيروح اكيد النهارده، كانت ايمان هتروح. اتهور. كل ده عشان تكسب. ايوه عشان عايز ايمان اشوفه برضه حبيبتنا وصاحبتنا. عايز اشوفه عن قرب. عن قرب. في حاجه عايز اشوفها. طب يلا اتفضل 60 ثانيه استغلهم. دقيقه كويس. مش 60. ما هم 60 ثانيه دقيقه، بس انا بديلك وقت بحسسك ان 60 ثانيه دول كتير. نص دقيقه. يلا اتفضل. يلا بسرعه. قوم بعد اذنك. قوم بعد اذنك. بلاش تزعلهم. ما بلاش كانش هينفع تزعلهم يا نعمل. نجاتي. قوم. نشف بطنك. ايه ده بتعمل له نشف. تمارين؟ يلا يا نجاتي تمام الوقت ماشي، ما بيخلص. انا عندي 60 ثانيه براحتي. قوم اقف. تمام. تمام. ايه لسه في وقت؟ مش عايزه. لا سقفوا له والنبي بليز. ايه ده؟ لا 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 لا، هو في كده ما كانش تقولي له هينفع خد أنا وقت كمان فيقول لك مش عايزه. يعني قد كده الدنيا فيها ثقه. والله في جايبه النفس من عالية. بدري. جايبه من بدري. طيب قال لك جايبه من بدري، هل محمد زينهم الحقيقي هيكون رقم 1 ولا ممكن ان محمد زينهم الحقيقي يكون رقم 2؟ او يا قماح احتمال كبير جدا طبعا انه يكون رقم كام؟ 1. 3. رقم 3. 1 أو 2 أو 3. صح؟ طيب هديكوا فرصة تفكروا وفكروا كويس جدا، حتى لو احنا متأكدين نفكر. ليه بقى؟ هقول نصيحة كده والوجه الله، أنا النهاردة برمي نصايح عمال كده على بطال زي ما بيقولوا، شخصية واحدة بس هي اللي بتقول الحق، دي حاجة أكيدة. إنما الاتنين التانيين هيمثلوا الدور صح ويمثلوا الدور كويس جدا عشان يقنعوكوا إن واحد منهم هو الشخص الحقيقي. ولو دلوقتي صابت كمان شوية ممكن تخيب، واللي طبعا سمعني فهم، واللي أنا قصداه أكيد فهمني. ايوه ماشي. وهطلع دلوقتي فاصل، ما تروحوش في أي مكان، وراجع بإذن الله. ومين بيقول الحق؟ وصلنا دلوقتي لأهم جزء الحقيقة. يا ترى مين هو محمد زينهم الحقيقي؟ ويا هل ترى هيختاروا مين من ال3 شخصيات اللي قاعدين معانا؟ هتختاروا رقم 1 ولا عايزين تختاروا رقم 2 ولا يمكن يعني الله أعلم تكونوا حابين تختاروا رقم 3؟ صح؟ وطبعا انتوا جاهزين، مش محتاجين خلاص ولا أي احتمالات ولا أي وقت إضافي، مش كده ولا إيه؟ إيمان طالما قلتي يبقى عندك رد جاهز. مين من وجهة نظرك هو محمد زينهم الحقيقي؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ 2 إن شاء الله. 2 بإذن الله. برافو عليكي، سقفوها سقفوا لها. سقفوا لها. برافو 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 برافو. فظيعة. ايه مالك؟ لا أنا واثقة في نفسي. طبعا أنا متأكدة. حيوا الثقة، حيوا لنا الثقة. الثقة بالنفس جميلة جدا. قماح الثقة فين بقى؟ في 1 ولا في 2 ولا في 3؟ بكل ثقة 3. بكل حيوا يا جماعة.
بكل ثقه. بكل ثقه وبكل فخر. انا كنت 3. هقول زيك بس يلا. طيب هنشوف صاحب الثقة العالية المفروض العالية جدا. يعني فين عالية جدا فوق، مفيش سقف للثقة. اتفضل يا أستاذ نجاتي. الاثنين خيبوا ظني. هيجيبوا ظنك؟ طب ما تخيبش انت ظننا بقى كنت وقول فاكر لنا. ان هم يعني هيجيبوه زي ما انا كنت جايب. طب قول كده، 1 ولا 2 ولا 3؟ بدون شك يعني. بدون شك. رقم 2 سقفوا له بدون شك. شوف الجملة، ثقة في النفس فظيعة. احنا هنكسب. لا برافو بقى. احنا هنكسب. ربنا يستر. ربنا يستر. احنا جايين لك النهارده يا عماح. نجاتي انا خايفة عليك. لا ما تخافيش. خايفة عليك جدا. ما تخافيش. بقول لك ايه، لو ما طلعش 2 اعملي اللي انت عايزاه. اعمل اللي انا عايزاه. مش المرة اللي فاتت. انتوا سامعين؟ ده في شهود. انت بتصطادي ولا ايه؟ ده في شهود. قال لك ايه؟ اعملي اللي انت عايزاه. طب لو طلع مش رقم 2، هتعملي ايه يعني يا دول؟ لو طلع مش رقم 2 قلت لي اعملي اللي انت عايزاه، يعني لا مش انت عايزاه قوي يعني، هنتناقش. يعني اطلب اللي انا عايزاه. ماشي ماشي. سقفوا له. بس لو طلع رقم 2 خلاص هتكون كسبت. هطلب انا اللي انا عايزه. من مين؟ منك. انا؟ طبعا. ليه وانا مشتركه؟ لا سمح ما الله. انت دلوقتي بتراهنيني. لو ما طلعش رقم 2 هتعملي معايا اللي انت عايزاه. لو طلع رقم 2 ليه يا شيخ؟ ليه يا شيخ؟ ليه يا شيخ؟ أمرت ايه يعني؟ قولي لي هتعملي ايه؟ تغني يا دول. تغني. انا بقول من لو طلع دلوقتي. رقم 2. لو طلع رقم 2 هتغني. لو طلع رقم 2 أوكي. هنشوف. مش ماشي. هو واثق في نفسه؟ طب اهو انا برضو واثقه في نفسي. ماشي اوكي. مين محمد زينهم الحقيقي؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ هنشوف. محمد زينهم الحقيقي، اتفضل اقف. تخسر. ايه يا نجاتي؟ ايه يا نجاتي؟ بص لي هنا. نجاتي بص لي هنا. انت قلت لو ما طلعش رقم 2 هعمل اللي انت عايزاه. انا اتضايقت. اتضايقت؟ ايه يا ايمان؟ لا انا مبسوطه القماح برضك. عايزين نعرف. عايزه افكر انا وانتي هنخلي نجاتي يعمل لنا ايه دلوقتي. خلاص بقى يا دولي بقى. ايه اللي خلاص؟ الله، انا ما بيموتليش ميت عشان تبقى عارف. هبقى متسامحه معاك ولا ما بقاش متسامحه معاك؟ لا ما تبقيش متسامحه معاك. نعمل لنا 70 ضغط. صح جدا. صح جدا. حقي. الله حقي. فكره. مش هو قال لك لو هو 2؟ قلبي. يلا شجعوه. يلا نجاتي. يلا يا نجاتي. ايه يلا. وبدل لا، أنا ممكن 70 أعمل لكم هبقى حاجة. حنينه. ما ينفعش انا اللي اختار. لا انا مش هقول لك هتنازل حاجه عن احلى. حقي. هقول لك حاجه احلى. ايه احلى؟ احلى. من 70؟ احلى. ايه بقى؟ اقول. هقول لكم اغنيه لا لا. للاستاذ محمد عبد الوهاب. استنى، انا ممكن يغريني بس اسمع للاخر. استنى بس يا قمح. هقول لكم قول. اغنيه للاستاذ محمد عبد الوهاب اسمها ايه بقى؟ انا والعذاب وهواك. جميله. بس لو غناها الاستاذ محمد فوزي هيقولها ازاي؟ ولو غناها الاستاذ فريد الأطرش هيقولها ازاي؟ ولو غناها محمد محي هيقولها ازاي؟ ولو غناها كده يعني. الله حلو. طيب، حلو. ده دي حلو. حلوه قوي. اوكي. لا كده في ابدع من ابراج. 70 جنبها شويه ضغط كده. لا بس دي احلى من الضغط. ماشي. ده حقيقي احلى من الضغط. ما جنبها يعني ضغط ممكن اي حد يعمل ضغط، انما اللي بيقول عليه ده مش اي حد يعمله. يلا اتفضل. اغنيه انا والعذاب وهواك لو غناها الاستاذ محمد فوزي هيقولها ازاي؟ انا والعذاب وهواك، انا
أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا. آخرتها إيه آخرتها إيه آخرتها إيه آخرتها إيه آخرتها إيه وياك ياللي انت ناسينا. أنا الله الله الله. لو قالها فريد الأطرش. اوكي. أنا والعذاب وهواك. الله الله الله. عايشين لبعضينا. آخرتها إيه ياللي انت نسينا. طب لو قالها محمد محي بقى. اوكي. أنا والعذاب وهواك عايشين ليه. فظيع فظيع يا نجاتي فظيع. الله الله سقفوا له. الله 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 الله. لا طبعا ده ولا مليون ضغط. ده ولا مليون ضغط. صح ولا ايه؟ صح. لا فعلا جداً. خلاص مسامحينك المره دي. اوكي اوكي. بس انا مش قادر اسامحك انت. نتعرف بقى على الشخصيات. اوكي. نتعرف على شخصيتنا الحقيقيه. رقم 3 عرفنا عن نفسك. محمد زينهم الوطواط، بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وإن شاء الله بستعد لصعود البرج القاهرة والكسر 51 رقم في الموسوعة في أشكال وحاجات مختلفة مدهشة جدا. ما شاء الله عليك. الله. نتعرف على رقم 2 يا نجاتي. رقم محمد صلاح 2 خريج كلية أصول رقم الدين جامعة اتنين. الأزهر. محمد صلاح خريج كلية أصول الدين جامعة الأزهر وبتمرن. اهلا بيك. اهلا. رقم 1 عرفنا عن نفسك. احمد حمود محامي. اهلا بيك. للاسف احنا بكده حلقتنا خلصت. اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. اشوف وشكم بخير وحلقه جديده من مين بيقول الحق.